تعالي نعمل الزبدة البلدي من القشطة بتاعت وش اللبن، ونفصل السوائل منها من غير ما هنستخدم لا خلاط ولا كبة ولا ايدينا كمان، بخطوة بسيطة جدا. وهنعمل شوية زبدة بلدي، سمنة بلدي كده على ابوها، حاجة كده بتاعت زمان. بصيلي بقى هنا كده المكون الاساسي بتاعنا وهي القشطه، والقشطه هنا بتاعت وش اللبن. وزي ما انت شايفه كده هتلاقيها ناعمه معاكي، هتمسكيها بالسباتولا او بالمضرب بالايد كده خبطتين هتنعم معاكي بالمنظر ده. كل اللي عليكي هتحطيها على عين البوتاجاز مجرد ما تسيح، بس مجرد تسيح، ما تخليهاش تغلي ولا تفور. مجرد ما تبتدي تفك من بعضها كده خلاص اطفي عليها النار، ويبقى شكلها بالمنظر اللي انت شايفاه ده، بدأت تسيح خالص. ولو مسكتي معاكي الحله هتقدري تمسكيها، هتحسي ان هي الحله مجرد دفيت بس، يعني الزبده معايا ساحت بس مش اكتر من كده. او القشطه هتاخديها حضرتك على رف التلاجة وتبيتيها، وتاني يوم هوريكي شكلها هيبقى عبارة عن ايه. هنفصلها بكل سهولة، وهنفصل منها السوائل من غير ما نتعب ولا نستخدم الخلاط ولا الكبة ولا هنتعب ايدينا كمان. جمعي وش اللبن واعملوا منه احلى سمنه بلدي، حرفيا استحاله تشتريها بجوده اللي هتعمليها في البيت. بصي لي بقى تاني يوم، بصي منظرها اكنك بالظبط. عارفه انتي لما بتكوني عندك شوربه دسمه جدا، بيبتدي طبقه الدسم كلها تطلع على الوش والسوائل تبقى من تحت، اهو ده اللي هيحصل لك بالظبط. الشرش واللبن اللي تحت ده كله، دي كلها كميه اللبن الزياده اللي موجوده جوه القشطه، وكميه القشطه اللي هي خلاص تحولت لزبده. بصي هتلاقيها كتله مكتله كده في بعضها، وهتلاقيها جامده، يعني هتحسي ان انتي ايه ده، قطع من السمنه ماسكه في بعضها. بص حضرتك بقى، كل اللي هتعمليه هتطلعي السوائل كده وهتعبيها. عايزه اقولك ان السوائل ده لبن، بس لبن بخير وبزياده بقى. اكن بقى تعتبريه، اعملي منه شويه بسبوسه، كيكه، استخدميه في معجنات، في اي حاجه، حلو جدا. يعني اكنك مطلعاه من لبن رايب بالظبط طعمه. واعملي بيه كل الحلويات اللي تتخيليها، شيليه في الفريزر احتفظي بيه، وقت ما تحبي تعملي حلويات استخدميه. عايزه اقولك ان انت بالمرحله دي مجرد ما هتحطيها على النار وانت واقفه هتبتدي تفصل بكل سهوله، مفيش دقايق وهتلاقيها فصلت معاكي، لان كميه السوائل احنا فصلناها خلاص. بصي بقى مجرد ما تاخد المرته بتاعتها هتلاقيها مرقده وصافيه جدا زي ما انت شايفه كده، خدت اللون الذهبي، اطفي عليها لانها بتزيد مع الحراره، بتزيد درجه لونها. هتبتدي تلاقيها بتبقبق كده بعد ما بتطفي عليها. وما تنسيش تحط لها شويه ملح، وتبتدي بقى تبرد كده وتصفيها في برطمان واستخدميها. عايزه اقول لك ان البرطمان ده بتاع الكيلو، بتاع المربى اللي هو البرطمان الكيلو، يعني كان فاضل منه حاجات بسيطه جدا ويتملي على الاخر. والوش اللبن اللي معايا ده بتاع شهر كامل مثلا، انا مجمعاه وبشيله في الفريزر. ولما بحب يعني بحس ان السمنه عندي بدات تخلص، ابتدي اطلعه واسيحه. عقبال ما يخلص اكون جمعت شويه وش لبن تانيين، وبكده اضمن لك ان انت عمرك ما هتشتري وعمر ما حد هيغشك. انت حاجه عاملاها على ايديكي، لا هنضربها بقى ولا نحط حاجه نباتيه ولا زيوت مهدرجه ولا اي حاجه، حاجه طبيعيه بنسبه 100%. ولسه معايا، اوعي تنسيني بدعواتك ولايك للفيديو وشير للوصفه عشان توصل لكل الناس.